السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عودة من جديد بعد انقطاع لمدة أسبوع. طبعا اليوم شرحنا طريقة لعمل رقم كندي لتفعيل الواتساب بكل سهولة إن شاء الله. طبعا هي مجموعتي على التليجرام، عم نوزع فيها أرقام مجانية. أرجو منكم تنضموا للمجموعة. عم نعمل كل فيديو مسابقة، مثل ما تلاحظوا المسابقة مستمرة دائما على كل فيديو. طبعا أصدقائي، أنت وقت تنضم للمجموعة هاي، نحن كل يوم إن شاء الله يوم يومين عم نوزع في أرقام، وأحيانا كل يوم نوزع 4 أرقام. تمام. طبعا رح ندخل نحن بالشرح على بركة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كل ما علينا فقط ندخل على الفي بي ان هذا. جميع روابط التطبيقات رح تكون أسفل صندوق الوصف كالعادة مثل ما تعودنا. طبعا وأي سؤال واستفسار إذا التطبيق عندك ما نزل، فيك تبعت لي على التليجرام وأنا أساعدك إن شاء الله، وأرسل لك التطبيق على التليجرام إن شاء الله. نضغط هون بهالشكل ورح نختار سيرفر من سيرفرات كندا. طبعا الفي بي ان هذا ممتاز جدا، يحتوي على سيرفرين. نحن رح نختار سيرفر من السيرفرات الكندية. إذا ضغطنا على إشارة السهم، مثل ما تلاحظوا في عندنا سيرفر لتورونتو، سيرفرين لتورونتو مختلفات. نحن ضغطة واحدة فقط رح يفتح معنا الواجهة بهالشكل. بعد ما تفتح معنا الواجهة بهالشكل رح ننتظر قليلا. مثل ما تلاحظوا رح يظهر لنا اعلان. نحن بعد ما نسكر الاعلان، طبعا مثل ما تلاحظوا التطبيق هيك اشتغل عندنا، اعطانا اشاره صح، خلص اشتغل معنا التطبيق. ارجو منكم تعملون لايك للفيديو وتعليق، لاني مستوى القناه هابط للارض يعني بعد انقطاع فتره. تمام. ارجو منكم انكم تدعموني بلايك للفيديو وتعليق. طبعا المسابقة رح نعلن عنها إن شاء الله في قناتي التليجرام بإذن الله عز وجل. فيكم لهنيك تروحوا وتشوفوا شروط المسابقة إن شاء الله. كل ما علينا فقط هلا رح نضغط هيك ضغطة بهالشكل. طبعا المسابقة رح تكون نارية بإذن الله عز وجل. تمام. هلا رح نضغط هيك بهالشكل. مثل ما تلاحظوا ما أعطانا كريد ان اكونت. إيش الحل يا صديقي؟ نحن الحل سهل جدا. رح نروح نعمل مسح بيانات. طبعا لازم يكون الانترنت، الاتصال عندك قوي جدا، اتصال الانترنت قوي جدا، ولازم يكون انت متاكد من تشغيل الفي بي ان بالشكل الصحيح. طبعا لازم يعطيك اشاره صح للفي بي ان. مثل ما تلاحظوا هلا نحن راح نروح نغير سيرفر تورونتو. طبعا عندنا سيرفرين نحن مثل ما حكينا باول الفيديو. راح نختار السيرفر الثاني ان شاء الله، او راح ننتظر لحتى يفتح معنا ويعطينا اشاره صح. مثل ما اعطانا هيك كونكتد بهالشكل، خلاص اتصل معنا. نروح على تطبيق الفريتون وراح نمسح له بيانات. طبعا اذا انت مسجل من يوم يومين ما راح تحسن تاخذ رقم. لازم يكون انت اسبوع اكثر، انت عفوا اقل من اسبوع، يعني 3 4 ايام مانك مجرب على التطبيق، راح تحصل على رقم ان شاء الله مجاني. تمام. نحن كل ما علينا فقط نعمل مسح بيانات. انتظروني اخواتي، نرجع ونعيد ونكرر في قناه التليجرام مع التوزيع ان شاء الله اليوم باذن الله عز وجل. تمام. تمام. هلا راح ندخل لتطبيق الفريتون مثل ما تلاحظوا مره ثانيه بعد مسح بيانات للتطبيق، وراح ناخذ اصبعتنا على اليمين. تمام. نحن بعد ما ناخذ اصبعتنا هيك على اليمين، كل ما علينا فقط نضغط على جيت ستارتد بهالشكل، وراح يحمل عندنا بهالشكل. تمام. هلا راح ننتظر شوي. ظهرت لنا كلمه كريت ان اكونت. بعد ما ظهرت لنا كريت ان اكونت راح نختار اي رقم من هالارقام هي، طبعا بشرط نروح نجربه على جهاز تاني. طبعا انا هذا الكود 604 اخترته وطلع الرقم شغال. اعطاني دقيقتين، بدقيقتين الرقم طلع شغال. نختار نفس الرقم. طبعا تشينينج بالزاويه من فوق على اليسار، من هون تحسن تغير الاكواد. طبعا انا هذا اخترت الرقم، طلع الرقم شغال ان شاء الله نظام 100%. راح ننزل لتحت. طبعا اعطاني دقيقتين بدقيقتين، واذا اعطاك اول شيء ساعه ب4 دقائق، طبعا انت راح تعطي تعديل الرقم فورا، راح يصير عندك يتحول لدقيقة الاتصال به. تمام. طبعا هاي الواجهة هون راح نكتب هون ايميل عشوائي على التعيين، نعطي @gmail.com بهالشكل، وهون نكتب كلمة سر. طبعا راح نكتب هون كلمة سر عشوائي على التعيين. وهون راح نكتب المواليد، وراح نختار ذكر بهالشكل، وراح نعطي عليه كلمة ريجستر بهالشكل على كلمة تسجيل. طبعا هون في نقطة مهمة أصدقائي، راح يوجهنا لواجهة الكابتشا بهالشكل. أحيانا يوجهك من قلب التطبيق على الكابتشا، وأحيانا بيوجهك لجوجل كروم. طبعا نحن إذا وجهنا لواجهة التطبيق هيك بهالشكل، نحن راح نختار الشيء اللي طالب منا إشارات مرور. راح نختار إشارات مرور ونعطي على التالي. ننتظر طبعا فورا تلقائيا لحاله بدون أي ضغط أو أي
شي راح يدخلك هو مباشرة على التطبيق مثل ما تلاحظوا هلأ دخلني على التطبيق وراح يمنحني رقم، ولكن الإنترنت شوي ضعيف عندي والجهاز شوي معلق، يعني هو فورًا راح يدخلك للتطبيق إن شاء الله. تمام، طبعًا راح أوقف بس شوي الفيديو بس لحتى ياخد شوي الجهاز، راح ننتظر شوي. طبعًا هو فورًا نظامي راح يعطيك الرقم إن شاء الله 100%. تمام أصدقائي، تمام. نحن كل ما علينا فقط طبعًا أهم شي طبعًا مثل ما تلاحظوا أعطانا الرقم 100%. نحن أصدقائي أهم شي نركز على المسابقة اللي راح نعلن عنها اليوم إن شاء الله. تمام. والتوزيع راح يكون إن شاء الله بعد ساعة أو أكتر إن شاء الله، توزيع 3 4 أرقام إن شاء الله على مجموعتي على التليجرام. تمام. طبعًا أنا كاتب الرقم هون على الواتساب، أنا مجربه وكاتب الرقم هون على الواتساب، كل ما علي فقط أعطي علامة. لم أتلقى الكود بهالشكل، ضغطة زر واحدة فقط راح يوجه لي تنبسط لي بواجهتين، واحدة إرسال رسالة مجددا والأخرى راح تعطيني اتصال بي. نحن راح نعطي على كلمة اتصال بي بهالشكل. طبعًا ننتظر شوي. اتصل بي. بعد ما أعطينا كلمة اتصل بي بهالشكل فورًا صديقي ظهرت لنا المكالمة. هلا راح تجينا المكالمة إن شاء الله بدون أي مشاكل. طبعًا إن شاء الله تم حل مشكلة التطبيق إن شاء الله نهائيًا. رابط التطبيق أسفل صندوق الوصف، نرجع ونعيد ونكرر إن شاء الله بدون أي تعب، بدون روابط مختصرة أو عذاب نهائيًا. تمام. المهم أنت يكونك ما تعب حالك نهائيًا بتنزيل التطبيقات، روابط مختصرة وكذا إن شاء الله كل رابط طبعًا على متجر بلاي مباشرةً تنزل التطبيق. طبعًا هلأ راح أكتب أنا الكود بهالشكل. أنا وقفت الفيديو مشان لأني برنامج التصوير ما بياخد الاتصال. تمام. ورجعت شغلت طبعًا بس مشان أعطيكم إثبات إن شاء الله إنه شغلنا نظامي إن شاء الله أصدقائي. هلأ راح نكتب الكود بهالشكل. أعطاني اكتمال التحقق وتم الحصول على رقم بدون أي مشاكل. هون نكتب أي اسم عشوائي لا تعيين، أنت تكتب اسمك ما في أي مشكلة، تعطي التالي. أنا راح أكتب اسم عشوائي وأعطي على كلمة التالي بهالشكل. طبعًا نضغط على ال3 نقاط اللي بالزاوية على اليسار، بعدين نعطي على كلمة الإعدادات بهالشكل، وراح نضغط على صورة الملف الشخصي الخاص بالواتساب. طبعًا آخر رقم 5431 مثل ما تلاحظوا. نحن أهم شي راح نروح نطبقه في تطبيق فرياتون طبعًا لمصداقية الشرح إن شاء الله. نحن كل فيديو عم نطابق فيه. طبعًا هذا هو الرقم 5431، وراح هون يكون أصدقائي أعطيناكم إثبات 100% إنه الرقم شغال اشتغل والرقم مطابق إن شاء الله. ولهون يكون انتهى الفيديو أصدقائي. لا تنسونا من صالح دعائكم أو انتظرونا بمجموعة التليجرام على التوزيع. السلام عليكم.